دلوقتي الشعر اتدمر خلاص، انا عايز اعيد ريبيرنج للشعريه نفسها. ما ينفعش الشامبو عليه اوفر على الفيسبوك. دي كده احنا مش بنعالج الشعرايه، كده احنا بنجرب في الشعرايه. دكتور كلمينا عن أكتر مشكلة حضرتك شايفاها في الفترة الأخيرة. والله اكتر حاجه مضايقاني البنات اللي بتروح تعمل حاجه اسمها تريتمنت للشعر، وهو للاسف مسمى خاطئ تماما لان هو بروسيدجرز بتدمر الشعر. طبعا البيشنت بتيجي بعد كام شهر الشعر متدمر توتالي، بيتقصف، هايش، بيتقطم منها، بيقع طبعا بكميات كبيره جدا. هي كل الفكره ان البيشنت فاكره انها كانت رايحه تعمل تريتمنت ورجعت بشعر متدمر. ابتدي سيستم معاه العلاج كله. ببقى محتاجه هنا حاجه قويه تعمل ترطيب للشعرايه وتعمل ريبير للشعرايه اللي اتدمرت واتقصفت. الهير ماسك ده مهم جدا لكل بنت العنايه بشعرها. انا بحب الدوكسجين انتنس باتر ماسك عشان في الكونتنتس اللي بتعمل لي ريبير للشعرايه. فإزاي أقدر أحافظ على شعري من العوامل دي؟ اول حاجه تلجئي للمتخصص في الشعر اللي هو حلو. دكتور الجلديه والتجميل. ما نغسلش شعرنا عدد مرات كبير، لازم بعمل كونديشنر للشعرايه، لازم بعمل هير ماسك للشعرايه. ما ينفعش الشامبو عليه اوفر على الفيسبوك. لكن ما ينفعش انا اجيب عشان عندي اوفر، ما ينفعش اجيب عشان انا صاحبتي جابته وماشيه معاها. صحيح. ده مش دي كده احنا مش بنعالج الشعرايه، كده احنا بنجرب في الشعرايه. بنشكر حضرتك دكتور شيماء. انا بشكرك دكتوره نانسي. ميرسي يا دكتور. استنوا روشتتكم في باقي الحلقات في روشته من الاخر.